السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الشيرات في قناتي. نتمنى يا ربي تكونوا بخير ونتمنى توجور لي فيديو نتاعي يعجبكم بخير. في لا فيديو تاع نهار اليوم جيت نشارك معكم مشروع مربح جدا من الدار فقط وبراس مال 50,000. الناس اللي قاعدين في الديار وما عندهمش مدخول وما عندهمش شهرية، اروحي غادي نشارك معك هذا المشروع اللي غادي غير ب50,000 تولي تدخلي حتى 300,000 400,000 في النهار. المشروع هذا انا معتمداته، كنت معتمدته ضرب بدلت، كنت معتمداته، شريت منه ذهبي، خلصت به ديوناتي، درت به كل حاجه، على بها جيت نشاركها معكم والله ما بخلتكم بحتى حاجه. شيء قبلها اذا كانت هذه اول مره تشوفيني فيها نقول لك ضربي دوره في القناه، اذا عجبك المحتوى تاعها خلي لي ابوني، ما تنسيش تفعلي زر الجرس هكا باش اي فيديو نحطه يوصلك انت الاولى. والشيرات ما تنسوش تدخلوا قناتي الزابجه فحله ونص ديال زاد اللي راني نحط لكم فيها بزاف روتينات، بزاف وصفات وبزاف نتاع تدابير، راني متاكده بلي غادي تعجبكم وغادي نخلي لكم الرابط تاعها تحت في اول تعليق. بالنسبه للمشروع هذا واللي هو بيع مواد التنظيف اللي نخدموهم في الدار، انايا كي كنت نخدم هذا المشروع كنت نبيع بالايدرو، كنت نبيع القرعه 10,000 باسكو المشروع هذا ولا الوصفه هذه ناجحه مليار بالمية. هي صح الوصفه هذه ماهيش للاستعمال اليومي، شهيه انايا بعد نديرها كل جمعه ولا في الميناج مثلا الاسبوعي، الميناج الشهري، غادي تخلي لك الكالاج تاعك يشعل من نقال كحوليه تاع عوام غادي تروح في دقيقه. الوصفه هذه كما قلت لكم بلي اقتصاديه، غادي ديريها ب50,000 هذا مكان وغادي تخرج لك كونتيتي كبيره. اذا بعتي القرعه عفوا ب10,000 غادي من هذيك 50,000 تولي عندك 350,000، باسكو الوصفه هذه غادي تخرج لك حتى 35 ايرو. غادي تاني نعطيكم في نهايه الفيديو كيفاش ديري تربحي في المشروع نتاعك وكيفاش ديري تسوقيه الى اخره. نبدو في الوصفه تاعنا. اولا هنايا كنت حكمت بول، غادي نحكم صابونه نتاع سيدو اللي السعر نتاعها يدير 14,000. انتيا تبغي تستعملي صابونه تاع سيدو، تبغي ديري اي نوعيه تاع صابون الطرف، مثلا صابون مارسي، صابون الحجره اللي كان عندك، غادي نقدر نطحنها في الاشواغ ولا رابيها في الرابيز. اذا راكي خايفه على الاشواغ نتاعك تقعد فيه ريحه الصابون، من موراها اغسليه بالقهوه غادي تروح منه الريحه. مثلا درتي بصل ولا درتي توم اشيتي فيه اي حاجه، من بعد غسليه بالقهوه غادي تروح لك يعني الريحه. كنت هنايا ديت منها 5 كيلات، ركزوا معايا في المقادير وركزوا معايا في الكميه. كنت حكمت ديت 5 كيلات نتاع صابون حجره مبشور، غادي نزيد عليها 2 كيلات نتاع الكريستو اللي هو باللورات السوداء. تروحي عند اي واحد يبيع مواد تنظيف قولي له اعطيني الكريستو، السعر تاعها راه يدير 14,000، غادي ندي منه 2 كيلات. ها هي كيلة زوجة، شوفوا هو يجي هكا باللورات. غادي نزيد عليها دروك كيلة من البيكربونات. نتيا روحي عند الكنكاري قولي له اعطيني كيلو بيكربونات عفوا، راها دير 25,000. ما ديروش كيما درت انايا، هذه دير 10,000 ماهيش اقتصاديه. نتيا باش تنجحي في المشروع نتاعك لازم تدرسيه، لازم كل ما مثلا كثرتي الكميه كل ما قللتي الدراهم هكا باش ما تضيعيش الدراهم. فانتيا روحي عند الكنكاري قولي له اعطيني كيلو بيكربونات، قلت لكم راها دير 25,000. غادي نزيد عليها 2 كيلات نتاع سائل الاواني ولا اومو غبره كيما تبغي. انا درت هذا سائل الاواني اللي 6 ايترو يدير ب67,000. غادي نزيد عليها 2 كيلات نتاع خل التنظيف اللي هو الخل الابيض، هذا هو تعطيهم كاسبين فيه خل منظف، السعر تاعه راه يدير 10,000 وغادي ندي منه 2 كيلات. غادي نزيد عليها دروك 3 ايتروما، 3 ايتروما اللي هي شحال 12 كيلو عفوا، اللي هي 12 كيلو من الماء، نفس الكيلة اللي كيلت بها المقادير الاولى غادي تعبري لي بها 12 كيلو من الماء، تخلطيهم هكا. والماء هنايا لازم يكون ماء مغلي، يعني حكمي الماء ديريه يغلي وعبري منها 12 كيلو، ومن بعد روحي ديريها في الوصفه. خلطيهم الضربه الاولى كما راكي تشوفي هكا مع بعضياتهم، ومن بعد غطي الوصفه تاعك وخليها اقل مده، مثلا نص ساعه، خليها نص ساعه، ساعه، ساعتين، كل ما خليتيها اكثر كل ما غادي النتيجه تولي مليحه اكثر واكثر. انايا هنايا كنت خليتها ساعتين، من بعد ما كانت فاتت هذيك ساعتين غادي نحكم باسينه كبيره ندير فيها. الباسينه هذه مخليتها برك لهاد الخلطات، يعني ما نديرش فيها صوالح اخرين، مخليتها برك لهاد الصوالح. غادي نحكم البراميكسر ونقعد نخلط في الوصفه تاعي حتى كاع المكونات يدخلوا في بعضياتهم. الوصفه هذه تنجمي ديريها بالاشواغ، تنجمي مثلا ديريها غير بالفويت، تنجمي تخدميها غير بيديك. شهيه اذا راكي باغيه تحصلي على نتيجه تكون مليحه بزاف لازم عليك تستعملي البراميكسر. البراميكسر تاعي هذا انايا الكاليتي تاعها مليحه بزاف، على بها ما غاديش ينحرق لي، باسكو الوصفه هذه شويه تشد لي في الخلاط. انتيا اذا البراميكسر تاعك ما كانش الكاليتي نتاعها مليحه، احكمي خلطي الوصفه من بعد طفيه خليه يبرد، عاودي خلطي ومن بعد عاودي طفيه خليه يبرد، او من بعد خلطي ومن بعد عاودي طفيه خليه يبرد، هكا باش الميكسر نتاعك ما ينحرقلكش. وكما قلت لكم بلي انايا الكاليتي نتاع الميكسر نتاعي مليحه بزاف. هذا الميكسر عندي تقريبا في واحد 8 سنين كيما هكا، وشريته مليون لا مارك مولينكس.
خلطت مليح مليح كيما راكم تشوفوا. لازم القوام تاعها يولي كيما هكا قوام تاعها ابيض، وكي تدخلي يديك في الوصفه وتخرجيها تلقي بلي هاد الحبيبات اللي راكم تشوفوا فيهم ما كانش. يعني لازم الخليط يكون صافي. غادي نعاود نشعل براميكسر ونعاود نخلط من جديد. كما كنت فاهم فيكم باللي الوصفه هذه هي صراحه يعني ما تمشاش في الساعه، باسكو ماشي كاع الناس تروح تشري مواد تنظيف. هي انايا كنت ندير، كنت متفاهمه انايا واحد من هذوك اللي يبيعوا الغريزيل والجافيل والاومو بالبراميل، تلقيهم في المارشيات، تلقيهم في الاسواق، تلقيهم يدوروا بالماء والزيت. قلت لا غادي نخدم لك الوصفه في عاود ما نبيع لك نتايا ال10 قرعه جيت نقول لكم ال10 قرعه القرعة ب10,000 عفوا. في عوض ما نبيع لكم القرعه ب10,000 نبيعها لك مثلا القرعه ب7,000، باسكو في كلتا الحالتين انايا راني رابحه. ليسونسيال نتفاهم انا وياه، كل خطره نخدم له 35 ايترو، في عوض ما يعطيني 350,000 يعطيني 250,000 وهو يروح يربح هذيك 100,000. ليسونسيال خلطتها غايه الغايه هنايا كيما راكم تشوفوا، ومن بعد غادي نغطيها ونخليها تبات ليله كامله. كل ما خليتوها اكثر كل ما الوصفه هذه غادي تولي القوام تاعها روعه اكثر واكثر. يعني كل ما خليتيها اكثر كل ما النتيجه غادي تكون مليحه اكثر واكثر. انايا هنايا كنت خليتها تبات ليله كامله. ركزوا معايا هنايا الشيلات، باسكو كل خطوه مهمه في نجاح هذه الوصفه. من بعد هنايا ما كنت خليتها تبات ليله كامله. شوفوا غادي نوريكم القوام تاعها كيفاش راح يولي. قلت لكم كل ما تخلوها اكثر كل ما غادي النتيجه تاعها تولي مليحه اكثر واكثر. هذا هو القوام اللي غادي تحصلي عليه من بعد ما تفوت ليله كامله. شوفوا القوام تاعها يولي قوام جامد، قوام ثقيل بزاف هكا. نتوما تبعوا نفس الطريقه اللي درتها، غادي هذه الكميه تخرج لكم تقريبا يعني على حسب القوام ما بين 20 ايترو حتى ل 35 ايترو. كل ما خففتيها كل ما غادي تخرج لك كميه اكبر، كل ما تقلتيها كل ما غادي تخرج لك كميه اقل. انايا هنايا كانت خرجت لي 21 ايترو، باسكو القوام اللي درته درت قوام ثقيل. زدت عليها هنايا 2 ايترو نتاع ماء اللي هو 8 كيلات نتاع ماء، نفس الكيله اللي كيلت بها الضربه الاولى درت بها 8 كيلات. ان شاء الله غير ربي نكون شرحت لكم غايه. غادي نعاود نجبد البراميكسور تاعي ونعاود نخلط من جديد. وهنايا نجاح سر الوصفه هذه ولا عفوا سر نجاح هذه الوصفه هو في التخلاط. كل ما خلطتي اكثر كل ما غادي القوام يولي قوام ممزوج اكثر، كل ما القوام غادي يولي روعه اكثر واكثر. شوفوا هنايا ما بغيتش نعجل لكم الفيديو باش تفهموني غايه، باسكو كاينين اللي يقول لك باللي اختي ديري لي الفيديو فيه 3 دقائق 4 دقائق وما نبغيش الهضره بزاف. يا اختي انا بالنسبه ليا نهضر بزاف ونفهمك احسن من اللي ما نهضرش بزاف وما تفهمينيش وتقعدي تسقسي فيا في لي كومونتير ونقعد يعني نرد على لي كومونتير. لا نشرح لك كل شيء في فيديو واحد، وانت اذا جاك الفيديو طويل بزاف تنجمي ديريه السرعه فواضي. هكا خلطت غايه. اذا راكم باغيين نشارك معكم مشاريع واحد اخرين قولوا لي تحت في لي كومونتير، وان شاء الله كل خطره راني نشارك معكم مشروع. الخدمه هذه كما قلت لكم هي صراحه خدمه ثقيله، على بها انايا هذا المشروع دايرته مشروع ثانوي. يعني عندي مشروع نتاع الديزاين، عندي المشروع نتاع نبيع القش عفوا، وعندي المشروع هذا نتاع بيع مواد التنظيف. دايرته فقط كي يحتاجوني، باسكو انايا هذه الوصفه كي كنت نبيعها يعني كيما قلت لكم خدمتها ثقيله. هي ولاو يدوها عليا ناس ولت باللي هذه الوصفه صح تنقي لهم الكالار تاعهم. ثم هذوك الناس اللي داوها عليا خطرات يعيطوا لي يقولوا لي باللي زعما راه عندنا الميناج السنوي، الميناج نتاع العام ولا الميناج نتاع الصيف ولا ميناج رمضان، ولا مثلا نبغي يغسلوا الفراش يغسلوا الطابيات، خدمينا كونتيتي ها شحال تخدمينا وها شحال تحسبينا. هيا نخدم لهم ونحسب لهم ليسونسيال. انتيا كل ما قللت كيما نقول قلت لك انا كنت نبيع القرعه الواحده ب10,000، القرعه هذيك فيها ايطرو واحد، تنجمي انتيا تقلي مثلا تبيعها ب5,000 باسكو في كلتا الحالتين راكي ناجحه في الوصفه، راكي رابحه في الوصفه هذه. كيما شفتوا الشيرات كنت دخلت يديا بغيت نتاكد اسكو عفوا الوصفه راني قال درسي على بها شويه راني على بها الوصفه، بغيت نتاكد اسكو راها نيشان ولا لا، يعني مخلوطه لقيتها بلي مازال. عاودت قعدت نخلط بالبراميكسر. دخلي يدي خطره على خطره وشوفي اسكو الوصفه كما قلت لكم راها القوام تاعها كريمي 100%. بهذه الطريقه ها هي الوصفه انايا القوام تاعها راه مليح. غادي نقلع البراميكسر تاعي وهنايا غسلوه مباشره، باسكو هذه الوصفه قادره تنشف فيه وما تبغيش تروح لكم من بعد ديريكت روحي ديريه في الماء غسليه. غادي نقسم الخليط تاعي على 3، كل حاجه ولا كل قسم غادي نخليه لحاجه. القسم الاول غادي نديره لجلاليبي وخماراتي، القسم الزوج غادي نديره للطابيات ولا الفراش، والقسم الثالث غادي نخليه لكالاج ولا دال دي سول. شريت هاد البواده اللي الوزن تاعهم هو 6.3 لتر، يعني تقريبا واحد 6 ايتر ونص. شريتهم 10,000 البيدو، كنت شريتهم من عند اللي يبيع المواعين. غادي نحكمهم ويعني هما اللي غادي ندير فيهم.
نتوما تبغوا مثلا تبيعوها بالبيدو كيما هكا، شوفوا السعر الشيلات ما ديروش عليا انايا اكزاكت، باسكو انايا لي برودوي اللي كنت نخدم بهم غاليين بزاف، على بها كنت نبيع قرعه ب 10000. نتوما كيما شفتوا هنايا يا ربي رانا مضيعين 50 ولا 70 وغادي تخرج لنا كميه كبيره، على بها نتوما تتحكموا في الربح نتاعكم وفي راس المال تاعكم. يعني حكمي ورقه وستيلو، كتبي راس المال، كتبي كل حاجه ضيعتيها وشحال غادي نربح فيها. الاولى غادي ندير فيها هذا المنتج نتاع بهار، هذا ريحتها قرف شابه ما تامنوش شحال شابه. هذا غادي نخليه لجلاليبي وخماراتي. غادي ندير هكا واحد الزوج، غادي ندير 10000 الوحده، وغادي نروح نزيد عليها دروك 5 ايطرون تاع ما. اذا راكي باغيه القوام تاع هاد الوصفه يكون قوام ثقيل بزاف ديري 3 ايطرو، اذا راكي باغيه القوام تاعها يكون كيما درتها هنايا ديري 5 ايطرو، اذا راكي باغيه القوام تاعها يكون خفيف بزاف ديري 8 ايطرو. كل ما كثرتي الماء كل ما قوام ولا خفيف، كل ما قللتي الماء كل ما قوام ولا ثقيل. انايا هنايا درت خير الامور اوسطها، يعني درتها على النص، درت 5 ايطرو. غادي نحكم البراميكسر نتاعي ونعاود نخلط من جديد حتى يدخلوا كاع هذوك المكونات مع بعضياتهم. والريحه تتحكموا فيها على حسب نتوما ما راكم باغيين، ماشي اوبليجي عليك ديري كيما درت انايا منتج نتاع بهار، الا ديري اي معطر اقمشه نتيا تبغيه. انايا كنت درت هذا تاع بهار باسكو الحاجه الاولى ريحته شابه بزاف، والحاجه الزوجه رخيص السومه يدير غير 10000 وكونسونطري بزاف. غادي نحكم الفيديو تاعي نبلعه بالبلاع. الحاجه اللي ديري فيها لازم تكون محكمه الاغلاق، درتي فيه قرعه ولا درتي فيه بيدو كيما درت انايا ليسونسيال لازم يكون محكم الاغلاق. هكا غادي نروح نجبد البيدو على جهه، نعاود نحكم البيدو الزاوج، ندير فيه القسم الزاوج هذا غادي نخليه للفراش والطابيات. الكميه هذه اللي راكم تشوفوا فيها انني دارتها لروحي، باسكو كيما قلت لكم باللي هذا المشروع مانيش نخدمه دروك، راني نخدم نبيع القش. اذا راكم باغيين نوريكم كيفاش ديروا تبيعوا القش قولوا لي تحت في لي كومونتير. غادي نحكم هذا المنتج نتاع بينغو، هذا كنت شريته من عند هادوك اللي يبيعوا بالبراميل كي اللي كنت نحكي لكم عليهم. تروحي للمارشي ولا مثلا للسوق ولا تلقي واحدين يبيعوا بالبراميل ولا بالقروع، تقولي لا اعطيني لا دوز نتاع البينغو، يجي القوام تاعها ثقيل بزاف كيما هكا. هنايا غادي نحط تقريبا نص تاع قرعه، تنجمي ديري قرعه اذا راكي باغيه شي، اذا درتي قرعه يعني ضاعفي الكميه تاع الماء باسكو كيما قلت لكم بلي القوام تاعه ثقيل بزاف. غادي نروح دروك نزيد عليه 5 ايطرو ماء، نفس الشيء اذا راكي باغيه القوام خفيف كثري الماء، اذا راكي باغيه القوام ثقيل قلي الماء. نعاود نحكم البراميكسر نتاعي من جديد ونعاود تاني نخلط من جديد بهذه الطريقه. هذه غادي تقلع لكم كاع الكحوليه في الطابيات. يعني اذا درتي هذا المشروع لروحك مثلا لدارك ولا حتى بعتيه في كلتا الحالتين، الوصفه هذه هي افضل وصفه تنجمي تنقي بها. هذه الوصفه ديجا راني حاطتها معكم في قناتي فحله ونص دي زاد، اللي راني نحط لكم فيها وصفات تدابير ايام مديتها لكم، وريتكم كيفاش ديروا تستعملوها، كيفاش ديروا تخدموا بيها، كيفاش ديروا تدسوها. يعني اللي ماهيش مشتركه في هذاك القناه نقول لها صراحه راكي مراضيه. هيا شوفوا حكمت كيما هكا، خلطت مليح ومن بعد غادي نحكم البلع ونبلع البيدو تاعي. البواده هادو براتيك بزاف، تنجموا ديروا فيهم السميد الفارينه الطعام السكر، يعني براتيك ويديروا غير 10000. ودوكا غادي نحكم القسم الاخير اللي غادي نخليه للكالاج. بالنسبه للقسم الاخير غادي نحكم فيه الكونتيتي هذيك، وغادي ندير فيه لا دوز نتاع لافصول. لا دوز نتاع لافصول هذه مين كنت شريتها نفس الشيء، كنت شريتها من عند هذوك اللي عمروا بالبراميل. قولي لا اعطيني لا دوز نتاع لافصول نتاع الامير، ما يعطيكش لافصول العادي، يقول اعطيني لا دوز غادي يجيك البخي غالي. شهيه مليح يعني ماشي غالي، يعني غالي 15000 القرعه دير 10000 لا دوز نتاعها دير 15000. تنجموا مثلا ديروا هكا لافصول هذا، تنجموا مثلا ديروا لافصول هذا نتاع الامير، اللي بغيتوه كيما بغيتو. انايا برك بغيت نعطيكم وصفه اقتصاديه، اما نتوما تتحكموا في هذيك الوصفه على حسب نتوما ما راكم باغيين. شوفوا انا كنت غادي نخدم بهذه ثم غادي نحكمها ونحط كاع القرعه هذه فيها ايطرونس. شوفوا واحد الريحه راها هنايا ما نحكي لكمش عليها. شوفوا ريحه الامير راها تضرب حتى للبلوك. نفس الشيء رحت زدت عليها 5 ايطرون تاع ما، وغادي نعاود نحكم البراميكسر تاعي ونعاود نخلط من جديد ونأكد ونقول ركزوا مليح على التخلاط. هاكا قعدوا غير تخلطوا
حتى القوام كاع يولي قوام متجانس. غطي البلاعه تاعك وروحي حطيها يعني في بلاصه وخليها، وقت ما بغيتي تخدمي بها خدمي بها، وقت ما بغيتي تبيعيها بيعيها. القوام هنايا غادي كل ما خليتيه اكثر كل ما القوام تاعها غادي يولي ثقيل اكثر واكثر، يعني غادي القوام تاعها يولي كيما الجيل. كل ما خليتيها اكثر كل ما القوام تاعها غادي يولي كيما الجيل. شوفوا هذا هو النتيجه. دركا غادي نخليها يعني غادي نغطيها ونروح نحطهم في الدوش. هادو انايا غادي نستعملهم للاستعمال الشخصي باسكو غادي نبدا الميناج ان شاء الله. ها هما خرجنا هنايا تقريبا 7 ايترو، وهنا 7 ايترو، وهنايا 7 ايترو، ثم المجموع هنايا خرج لي 21 ايترو. شوفوا قلت لكم كل ما تخلوها كل ما غادي القوام تاعها يزيد يتقال. هنايا كنت خليتها واحد ساعتين كيما هكا، وشوفوا القوام تاعها راه بدا يتقال. كي تخلوها مثلا 24 ساعه ماشي كيما تخلوها سيمانه، ماشي كيما تخلوها شهر. كل ما خليتيها اكثر كل ما غادي تثقل اكثر واكثر. بالنسبه لطريقه الاستعمال تاعها سهله مهله. شوفوا هاد الدار كانت كارثه بنت خالتي صراحه، كانت دار كارثيه. شوفوا هنايا بلاصه القرعه تاع الغاز، بلاصه الكوزينه، بلاصه البوطاجي، كل حاجه راها كارثه. الطريقه تاعها سهله، غير تحكمي تكبي الوصفه فوق الكالاج نتاعك، من بعد تحكيها بالمصلحه. اذا ما بغاش تنقالك بالمصلحه تحكمي تحكيها بحبيله نتاع السلك. شوفوا لي تم غادي تروح معاكم. هذا الزدار عنده تقريبا واحد العامين. بمجرد ما حطيتي عليه الوصفه يا ربي 5 دقائق وشوفوا لي النتيجه اللي غادي تحصلوا عليها من اول مره. ثم هذه الخلطه فعاله لدرجه ما تتصوروهاش. يعني اذا بعتوها وداوها عليكم غادي تشوفوا النتيجه نتاعها، يعني غادي يولوا يدوها عليكم غير هما. شوفوا يعني هنا الخنز اللي راه في الكوزينه، راه الغبره، راه الجبس، البنتوره. الدار يعني ما نحكي لكمش كيفاش كان. شوفوا الجبس اللي راه في الارض والبنتوره. اي هنايا كبيت الماء ومن بعد جبت بالمصلحه خرجت كاع هذاك الوسخ. من بعد غادي نحكم الوصفه تاعي نديرها في باسينه تاع ماء، نخلط شويه يعني ندير هكا 2 كيلات في باسينه تاع ماء، ومن بعد نحطها مباشره على الكالاج. الشيرات الوصفه هذه كي تجوا تحطوها على الكالاج نتاعكم ما تحطوهاش مباشره، الا خفيها في الماء عاد روحي حطيها. باسكو الوصفه هذه راه فيها كميه كبيره نتاع صابون، فيها كميه كبيره نتاع الكريستو، وفيها كميه كبيره نتاع خل التنظيف. اذا حطيتيهم مباشره على الكالاج غادي الكالاج تاعك تولي فيه شهوبيه. في عوض ما غادي تنقي له هذيك الكحوليه غادي يولي فيه الشهوبيه، يولي باهت. فهنايا لازم عليك تخلطيها قبل في الماء ومن بعد عاد تجي تحطيها على الكالاج تاعك. ليسونسيال حكيت هنايا غايه، من بعد جبت بالفروطوار ومن بعد عاود حكيت بالاومو والايزيس هكا باش هذاك الصابون ما يقعد ليش في الارض. ومن بعد تكملي التسياقه تاعك بالطريقه العاديه. الطريقه تاع استعمال هذه الوصفه كما قلت لكم بلي كنت ديجا حاطتها معكم في قناتي فحله ونص ديزل، ثم ما بغيتش نعاود نحط لها هكا باش ما نكررش بزاف. طريقه البيع تاعها انا كيفاش كنت نديرها ولا عفوا كيفاش كنت نبيعها. كنت ندخل للجروبات نتاع الولايه نتاعي، يعني وين نسكن انا ندخل للجروبات نتاع الولايات نتاعي ونحط مثلا النتيجه قبل كيفاش كانت والنتيجه كيفاش رديتها بسبب هذه الوصفه. يعني نحط الكالاج كيفاش كان والكالاج كيفاش ولا. فاكيد ما راحش يجوك بزاف. يعني هذه الوصفه اللي نخدم فيها تقريبا في واحد 7 سنين كيما هكا، يجوك 3 4 5. ليسونسيال نتيا لازم يعني تبيعي وصاي. كيما قلت لكم بلي انا هذا المشروع كنت دايرته كمشروع ثانوي، وصراحه كان فيه ربح مليح. يعني في الشهر كنت ندخل 3 ملايين 4 ملايين. خطرات بعدا في الميناج نتاع رمضان ولا في الميناج نتاع العيد كيما هكا في بعض الاحيان كنت نوصل حتى 7 ملايين ولا 8 ملايين. شهيه غير في هذوك باش ما نكذبش على الشيرات. هي صح خدمتها ثقيله بزاف، شهيه في رمضان وفي العيد الصغير وفي العيد الكبير هادو فيهم الخدمه كبيره. باسكو الناس كيما تعرفوا باللي عفوا المواد التنظيف راهم غاليين بزاف، على بها الناس تحوس على حاجه تكون افيكاس ورخيصه. على بها سيرتو في رمضان كنت ندخل يعني دراهم ملاح، كنت ندخل تقريبا واحد 10 ملايين على حساب. كيما انايا هاد الوصفه نخدمها في رمضان وفي العيد ونبيع منها كميه كبيره. وكان هذا هو لا فيديو تاعنا نهار اليوم. ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم، ان شاء الله يا ربي جربوا هاد الوصفه وتلقوا نتيجه عليها. الله يرزقكم. دوكا ما بقاني نقول لكم غير نتلاقاو في فيديوهات اخرى باذن الله تعالى. من هذاك الوقت ربي يحيينا والى اللقاء.